السلام عليكم ومرحبا بكم كالعادة في قناتي إبريق الوصفات. جيتكم اليوم كالعادة بوصفة جديدة اللي هي جاتو فوندون بيستاش ولا مولو بيستاش، حاجة طيارة على الاخر تتقدم في المناسبات وفي أعياد الميلاد وفي رأس العام. علاش لا؟ كيف سهلة ماهل الجاتو هذايا في دقة ما يحضر، من بعد ساعة ونص يكون الجاتو حاضر بمجاميعه. وبالطبيعة كان تحبوا تشوفوا المكونات متاعو وطريقة التحضير، من غير ما نوصيكم كالعادة تابعوا الفيديو للآخر. للمكونات نستحقوا عنا 200 جرام زبدة ذايبة، ماذا بكم الزبدة تكون مصدر حيواني يعني مش مارجرين. عنا كيف 80 جرام فرينة عادية متعددة الاستعمالات. عنا 4 بيضات. عنا كيف 200 جرام متاع بيستاش بودر هكاك رحيتو. وعنا كيف 200 جرام متاع سكر كراستاليزي او سكر معناه حبيبات. اول حاجه باش نبداها باش نخلط السكر مع الزبده الذايبه حتى السكر يذوب لنا مع الزبده، نخلطهم بالكدا ببعضهم. ما في الوصفه هذه ما تستحقوش الباتوري الكتريك، تنجموا تخدموه الكل بالفوي مانويل هذيك العاديه كما قاعد نخدم بها انا. وبعد ضفت 4 عظمات، كملوا نخلطوهم مليح. ديجا تشاركت معاكم، عنديش برشا، تشاركت معاكم الموالو اللي بالشوكولاته تلقاوها ان شاء الله في القناه. اليوم حبيت نشارك معاكم الموالو ولا الفونطون اللي بالبيستاش، حاجه بنينه على الاخر. الانواع الجاتوات هذوما يعجبوني خاطر ساهلين برشا ما فيهم حتى شيء وبنين برشا زاد. ومن بعد كملت ضفت لهم شو اسمه هو البيستاش و80 جرام تاع الفارينه، نكملوا كيف نخلطوا حتى نتحصلوا على مزيج يكون هكاكا التكستور متاعو. نصب تاو الخليط متاع الفوندون في السيركل هذاك، ومن بعد ندخلوه الفور مسخن على 200 دوغري لمدة 10 دقائق. انا خليته 10 دقائق حتى نحبه معناه فوندون من الداخل، حبيته يكون مرة ذي يكون معناه فوندون اكثر ذايب من الداخل. كان تحبوا معناه مشدي روحه اكثر تنجم تخليه حتى 13 14 دقيقة، كل واحد بتبعها كيفاش يحب التكستور معناها متاعو. هاكا كيفاش ندخلو تو للفور وكهو. هذيك الفوندون متاعنا سايي، بعد ما خرجته من الفور يبدا مروب من الوسط باش يجينا من بعد فوندون، باش نحطه في الفريجيدير ولا في الكونجيلاتور شويه باش يشد روحه، باش نمشي نتعدى نعملوا الكلاصاج. بالنسبه للكلاصاج نستحق 200 غرام تاع شوكولا بلون. عندنا كيف شويه بيستاش كونكاسي وشويه بيستاش كعب، وعندنا حكايه 3 مغارف كبار متاع زيت نباتي، زيت عباد الشمس يعني. غادي الشوكولاته ذوبتها شويه في الميكرووند، ومن بعد ضفت لها الزيت النباتي باش نكمل نخلطهم الكل ببعضهم حتى تتحل الشوكولاته مع الزيت. لو كان حسيتوها معناها مازلت ما تعملتش بالكدا، تزيدوا تعملوها ضربه اخرى تتعمل في الميكرووند، تسخن في الميكرووند. خلطوهم بالكدا حتى الشوكولاته تذوب مليح مع الزيت بالشكل هذاك. وطبعا باش نكمل نضيف لها البيستاش معناها البيستاش الكونكاسي والبيستاش الكعب. بالطريقه هذيك، ومن بعد بالطبيعه باش نحطها فوق الجاتو بعد ما حطيته حكايه ساعه في الفريجيدير. برد شويه في حراره الغرفه، ومن بعد حطيته في الفريجيدير باش يشد روحه شويه. كان تحطوه ديريكت الطبقه متاع الكلاصاج فوق الفوندون تتعمل يتنقب الجاتو متاعكم. نعملو بالشكل هذاك في الجهات الكل بكا الكلاصاج. نوزعوه على كبر الجاتو متاعنا،
وجنابات غادي كيف زاد عندي طريف بيستاش كونكاسي حطيتهم في الجنابات. اختياري تنجم تخليو جوست بالكلاصاج هكا، بالطريقه هذيك هكا. وهذا الجاتو متاعنا منظرو الاخراني، حاجه بنينه على الاخر وسامبل ما فيها حتى شيء وضخمه اون بلوس هكا. ولهنا يكون هيت الفيديو. ان شاء الله عجبتكم الوصفه ونلت رضاكم، وبالسلامه. نتقابلوا ان شاء الله في وصفه اخرى.